ملآنة على الآخر إلى حد هذه اللحظات. كرة غونزالو إيغوين، دقة الاحتياط، تلعب الكرة بسرعة المستوقعة بالثاني، كرة عجيبة وغريبة. خوزي مانويل بينتو يتوجه اللاعب لإريك أبيدال. إريك أبيدال سيوقع غدا عقد جديد ب3 سنوات مع نادي برشلونة بعد أخذ ورد وبعد طول انتظار. يجدد الفرنسي مع نادي برشلونة. وهذه كرة سريعة للريال. مسعود أوزيل يتقدم ويعطي كرة لكريستيانو رونالدو اللي صدت باليسار لكن بجانب بينتو. الريال إلى حد الآن، وأنه لولا وجود سيرخيو بوسكيتس لما فزنا بكل الألقاب في ال3 سنوات الأخيرة. ريكاردو كاكا يمر أمام جيرار بيكي ويعطي كرة أم لا، يتقدم البرازيلي. هجوم خطير على الدفاع برشلونة. رونالدو يسدد هذه المرة بنسخة كربونية لمباراة الذهاب، لكن هذه المرة لم تنجح فرقة الريال في تكسير على ريال مدريد 1-1. والبادئ أظلم. مسعود أوزيل يتلاعب بإريك أبيدال التركي الكردي الألماني، يمر ودفاع البارسا هل سيعاني. هذه كرة رونالدو أمامه دانيال ألفيس البرتغالي يحاول المرور، يراوغ يا سلام ويوسع والركنية. دانيال وورقتين حمراوين من أبرز المباريات اللي حكمها الحكم فرناندو فيتيانس. أتلتيك بيلباو، أتلتيكو مدريد، إسبانيول وريال مدريد. نتابع هذا الهدف، نتابع هذا قلنا الهدف، هذا نتابع التسلل اللي لم يأتي إلى أحد الآن. مسعود أوزيل، كريستيانو رونالدو يسدد من بعيد. ترجع كرة لسنة يرى غونزالو إيغوين ولكن تسلل قبل ذلك. موجود إريك أبيدال، ترجع كرة لمسعود أوزيل يراوغ بامتياز ويسدد. كرة في ال90، كرة في ال90. خوزي مانويل بينتو، كرة من زمن آخر، كرة من كوكب آخر، يسارية كردية تركية ألمانية. شوف الكرة، هات الصورة في الزاوية المستحيلة. يهودا لما يكون موجود مسعود أوزيل وريكاردو إيزيسون كاكا في صنع اللعب لريال مدريد. كوينتراو يمر يقاتل البرتغالي، يعطي كرة ريكاردو كاكا راوى كوينتراو حتى لا يترك له الهجمة. كوينتراو يمر ويكسب مخالفة جماهير لاعبي الريال. وهذا مسعود أوزيل يتلاعب مبدئيا وقتيا، لكن يعود عليه إريك أبيدال. لاعبو الريال يطالبون الحكم بورقة صفراء وفا وكرة. هذه الكرة من بينتو عفوة قاتلة، يتلاعب بالنار غونزالو إيغوين باليسارية، لم يضع الكرة في شبكة كابانا. وساو باولو راموس عملية سريعة، راموس وحب يدخل في منطقة الجزاء وترجع عكسية وخطيرة ومقاسية لكن بدون خطورة لحارس بينتو. هذه المقاسية الأخيرة لفريق ريال مدريد. سنتبين طبعا لاحقا مشاهدينا الكرام خروج إنيستا ومدى تأثيره على المفاتيح الهجومية لفريق برشلونة. هذه هي لمسة اليد لإريك أبيدال الدولية مع المنتخب البرتغالي. قوة الارتداد من سيرخيو بوسكيتس، جندي الخفاء، هو اللاعب قلنا اللي قال عليه نترك الحكم للسادة المشاهدين. تدخل من الخلف على غير عادة ليو ميسي. اتذكر ايام زمان في ملعب سانتياغو برنابيو، احكم يا ميسي باحكامك، كالعادة نقولها الزمن زمانك. وهذا اللي نجمتع النظر، هذه هي الاقدام الافتراضية وليست طبيعية. الونزو يوسع جول، لا الحكم يقول نعم هدف لريال مدريد. هذه اللقطة راموس عملية جلب على دانيال ألفيس واضحة قبل الرأسية، إذا مخالفة لا غبار عليها، لكن وين الحكم المساعد؟ لم يرفع الراية، وهذا ما فسره حكم الساحة الذي لم يقرر إلا بعد تردد واضح. إذا هدف أبيض لريال مدريد مشاهدينا الكرام. دانيال ألفيس طريح وهذه اللقطة التدخل من الخلف، لعب بالكرة أم لا؟
خوسيه فابريغاس مع بيبي بينتو في هذا الشوط الثاني لم نشاهده كثيرا. وهذه كرة سريعة وإمكانية البلوع يراوغ يوسع وكرة بالراس وبينتو في الاستلام. دور فالديس يسترجع العارين في كأس رابطة الأبطال وفي الدوري الإسباني. مسعود أوزيل يعطي كرة ممتازة لكريستيانو رونالدو يراوغ ويسدد جول. فعلا البرتغالي يتلاعب بالدفاع الكتالوني، يراوغ الحارس بينتو ويعود بالريال على طريقة الأبطال. كرة رائعة من عازف الليل مسعود أوزيل، مراوغة تمويه من كريستيانو رونالدو والكرة في الشباك الكتالونية. لقطة فنية برتغالية من أعلى طراز، من أجمل أقدام هذه المرة للاعب عالمي يؤكد كل القيمة للمرة الثانية متتالية يزور الشباك الكتالونية. هي لنجم الكرة البرتغالية، مرتدى الكرة لكريم بنزيما يراوغ بنزيما يسدد جول 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 جول. كريم بنزيما يعود بالفرقة المدريدية إلى الأجواء الاحتفالية. هدفين بيب غوارديولا في حاجة للمية. أكيد الريال يعود بثوب الأبطال، يعود بتخلف بهدفين لصفر. كرة مرتدة تسبب فيها بيكي، مراوغة لكريم بنزيما ونجم الكرة الفرنسية يزور الشباك الكتالونية للمرة الثانية في هذه الأمسية الكروية. المباراة تعرف خطر. زيدان لم يسجل إلا 49 هدف، بينما بنزيما سجل إلى حد الآن 53 هدف. شعللها بنزيما وعلى الثاني للريال. ألونزو مسعود أوزيل يمر أوزيل يعطي كرة ضاعت على رونالدو. بنزيما كرة الورقة بنزيما من فابيو كونتراو في ظهر الدفاع، في ظهر كارلوس بيول. والخوف والرهبة في مدرجات ملعب الكامب نو. جمهور الكتالونيا واقف على أعصابه، يعرف النهاية وقد يتغير الحال. ونعرف أن الريال دفاع على الأرجنتيني ماسكيرانو. كارلوس بيول ينتقل على يمين الدفاع في دار الدفاع لكريستيانو رونالدو اللي يتفوق على جيرار بيكي. ورونالدو في منطقة الجزاء، رونالدو سدد واستباقة دفاعية لماسكيرانو. خطورة الريال، جمهور البارسا بالافتراء، لكن لحظات عصيبة، لحظات خطيرة. إنجاز والحيرة، هاي الحيرة كل الحيرة، الخطورة في عيون عشاق البلاوغرانا. ارتباطين الريال ما عنده يخسر حتى شيء. أن رأسية بيبي بدي كرة في نقطة الجزاء كرة بضربة مرمى كريستيانو رونالدو. القلوب ترتعد. أفضل نهاية لكلاسيكوات هذا الموسم. أكيد لم نشاهد هذا التشويق أبدا في كلاسيكوات برشلونة ريال مدريد الأخيرة. نستمتع مشاهدينا متابعي الجزيرة الرياضية في هذه الأمسية الكروية. شوف العيون التي لا تريد أن تدمع من خلال الكرات الثابتة. الورقة الصفراء، سيرخيو راموس بالورقة الصفراء، تتهاطل الورقة الصفراء من جانب ريال مدريد. وراموس يظل مشاهدينا الكرام يغادر باي بعد تلقيه للورقة الصفراء الثانية. سيرخيو راموس صاحب الأرقام القياسية في الورقة الحمراء، 11 ورقة حمراء في تاريخ الريال لم يفعلها ولا لاعب واحد، لأنه فرناندو هيرو ما عنده إلا 10 ورقات حمراء. فرناندو في الثالث على تأهل ريال مدريد إلى الدور القادم بعد التعادل المثير مع فريق برشلونة بهدفين لهدفين. هكذا مشاهدينا الكرام كل مجهودات الريال ذهبت هباء. برشلونة من جديد يؤكد تفوق على ريال مدريد، هذه المرة بتعادل
في طعم الانتصار ربما بالنسبه للريال، لانه لم يحصل على هذا التعادل الايجابي منذ عديد المباريات. ولكن كرة القدم والكلاسيكو يبقى بكل النكهات بكل الامتيازات. انتهت المباراة، انتهى الكلاسيكو على روح رياضية كبيرة بين اللاعبين. أجمل تحياتي مشاهدينا الكرام.